بكم فيديو جديد. اكيد كل اللي فتح الفيديو ده مضغوط جدا وراه 100 حاجه ومش عارف يوفق ما بين المذاكره القديمه والمذاكره الجديده، وبالذات بقى احنا في امتحانات شهر فمش عارفين نوفق ما بين اي حاجه خالص، ولا المذاكره ولا الدروس ولا المدرسه. فدماغنا مشغوله ب100 حاجه وحرفيا ما بنعرفش ننام. فانا ان شاء الله في الفيديو هقول لكم على شويه تكات كده عشان تعرفوا تعدوا الفتره دي، وباذن الله هتفرق معاكم جدا. ولو انت شخص بتمر في فقدان الشغف وحاله يأس فلازم تتفرج على الفيديو ده. ويلا بينا نبدأ خطتنا. اول حاجه بعملها واني بجيب ورقه واكتب فيها كل المواد اللي عليا وكل الحاجات اللي انا متاخره فيها، وكل يوم باخد جزء قديم مع جزء من الجديد. انا مش قادره اقول لكم عن اهميه تنظيم الوقت واهميه ان انت تعمل تو دو ليست او تكتب مثلا المذاكره اللي عليك. فعلا فعلا بيفرق معاك جدا، وكمان بتعرف توفق ما بين المذاكره القديمه عشان ما تفوتكش كمان، والمذاكره الجديده عشان ما تتراكمش عليك. فانتوا دلوقتي حالا المفروض تجيبوا النوت بتاعتكم وتكتبوا معايا التو دو ليست المفروض تعملوها او المذاكره اللي ناقصاكم عشان تبداوا مذاكره. اهم حاجه وانتوا بتكتبوا التو دو ليست اللي عليكم ما تأفروش، يعني مثلا ما تكتبوش في اليوم 100 حاجه تعملوها وتعملوا منها حاجتين ولا ثلاثه وتتضايقوا في الاخر انكم ما عملتوش كل الحاجات دي. انتوا المفروض تعملوا حساب كمان المدرسه لو عليكم مدرسه او الدروس خلال اليوم، فلازم تظبطوا كده الوقت ما بين المذاكره والدروس عشان يعني ما تتضايقوش لو ما خلصتوش كل اللي عليكم. بعد بقى ما خلصت كل الحاجات اللي عليا والحاجات اللي انا متاخره فيها، بدات احدد على الحاجات اللي انا المفروض اعملها خلال اليوم، وبدات انقلها في الستيكي نوت واحطها قدامي. الحركه دي بحبها قوي عشان بفتكر كل المذاكره اللي عليا ومش بنسى حاجه. اول حاجه هبدا بيها وهي الاحياء متاخره فيها قوي، وكمان عشان مش باخد فيها درس فانا مش مهتميه بيها، فكان لازم ان انا ابدا بيها المذاكره. وكمان كان فايتني 3 دروس تقريبا وكل درس فيهم كبير شويه، فقلت كل يوم اذاكر درس عشان ما يبقاش كتير عليا. وانا بذاكر بجيب اقلام تحديد وكشكول. الاقلام بحدد بيها المعلومات المهمه جدا في الدرس، ومفضلش كل كلمه احدد عليها لان المعلم على جمل قليله بتثبت في دماغي اكتر. وبعد كده بقى بدات اذاكر. وانا بذاكر بقرا المعلومه كويس جدا الاول عشان افهمها، ولو فيها حفظ بحفظها، ولو ما فيهاش بوصل المعلومه لنفسي بالفهم. في ناس بتواجهها مشكله وهي انها ما بتعرفش تذاكر او انها ما بتعرفش تقعد على الكتاب، او مثلا ملهاش خلق. ده خطأ كبير جدا. الناس كلها بتعرف تذاكر، الناس كلها بتعرف تقعد على الكتاب، الناس كلها عندها عقل ومخ وايد ورجل وكله زي بعضه. انت اللي بتصنع نفسك لكده، انت اللي بتحسس نفسك ان انت ما بتعرفش تذاكر. لكن لو قعدت على الكتاب صدقني صدقني هتعرف تذاكر وهتبقى اشطر الشاطرين. اما بقى كشكول فانا بذاكر فيه، يعني مثلا لو في مسألة ذاكرها وبعد كده احلها في كشكول لوحدي، وطبعا بعمل كده في كل المواد. او مثلا لو في معلومة عايزة اثبتها اكتر فبنقلها في الكشكول. وكمان في مشكلة بنواجهها كلنا وهي اننا بنذاكر كويس جدا وما بنسيبش معلومة الا بنذاكرها ونيجي الحل ما بنعرفش نحل. دي مشكلة كنت بواجهها وبجد كنت بتضايق جدا. لو انت بتذاكر كويس جدا وفي الاخر ما بتعرفش تحلي، فدي يعني مشكلة كانت مسببة لي اكتئاب. ففضلت ادور وابحث على معلومات وكده. فاهم حاجه اتوصلت لها يعني ان احنا بعد ما نخلص مذاكره نجيب ورقه او ورق فلوسكاب نكتب فيه ملخصات الدرس. بعد مثلا من خلاص الدرس اللي انت ذاكرتيه تكتبي كل الملخصات اللي انت عاملاها او اللي انت فاهماها في الملخص ده، وما تبصيش في الكتاب، وتكتبي كل نقطة انت فاهماها وترجعي للدرس وتشوفي المعلومات المهمة وتكتبيها في الملخص ده. بجد هيفرق معاك جدا في الحل. وبس بقى فضلت اذاكر في اول درس وفهمته وكل حاجة كويسة جدا، وكمان بدأت انقل المعلومات في الكشكول او الورقة اللي انا قلت لكم عليها عشان المعلومات تثبت في دماغي اكتر. وبعد ما خلصت بقى مذاكرة الدرس وما سبتش اي نقطة فيه وما سبتش اي معلومة مهمة فيه، بدأت بقى ان انا احل عشان اشوف نفسي فهمت ولا لا، عشان اشوف نفسي مثلا ان ايه المعلومة اللي انا واقعة فيها وايه النقطة اللي انا واقعة فيها عشان اروح اراجعها تاني. وكمان لازم نحل كتير جدا، وزي ما احنا عارفين ان النظام الجديد بيبقى فيه اسئلة مختلفة واسئلة كتيرة جدا، فلازم نحلها كلها عشان نعرف الاسئلة المختلفة والاسئلة الجديدة.
واخيرا خلصت اول ماده الحمد لله، بجد كنت شايله همها جدا لان يعني ما كنتش اعرف عنها حاجه، فالحمد لله اني خلصتها. تاني ماده هذاكرها وهي العربي. الادب كان ضايع مني شويه فانا هذاكره اول حاجه، ودلوقتي بقى هظبط التايمر على ساعه وربع عشان ورايا حاجات كتيره جدا في العربي. وبعد كده المفروض اذاكر نحو وجزء بلاغه، لان عليا بكره درس عربي والمستر قال لنا ان احنا نذاكره. وبدات اذاكر جزء جديد، يعني انا بحاول الم الجديد مع القديم عشان ما افضلش اذاكر القديم بس ويفوتني الجديد. فانتوا كمان حددوا كل يوم تذاكروا فيه جزء من القديم عشان تخلصوا كل الحاجات اللي عليكم. وكمان بعد ما خلصت المذاكره حليت عليهم. بعد ما خلصت البلاغه دخلت على النحو، فضلت اقرا المعلومات، كانت معلومات كتيره جدا وفهمتها وكل حاجه، وبعد كده حليت عليهم. واخيرا خلصت العربي، وبعد كده اخدت بريك عشان صدعت خالص وعملت حاجه اشربها عشان اكمل مذاكره. واخر ماده معايا في اليوم وهي الفيزياء. هو انا الفيزياء مش متراكمه عليا كتير، بس كنت عايزه اراجعها عشان كان عليا امتحان، فجبت الملازم وكتاب الحل والملازم اللي فيها اسئله اللي حليناها في الحصه مع المستر. وبعد كده اول حاجه بعملها اني بقرا قراءه سريعه كده في الملازم دي، وبعد كده اسئله الحصه واحفظ القوانين وافهم كل المسائل كويس جدا. ويا سلام لو تجمعوا كل القوانين بقى في كشكول واحد او ورقه واحده، هتسهل عليكم كتير جدا لما تيجي تحلي. خلصت كل المراجعه وكل الحاجات دي ونبدا نحل بقى. ويا جماعه الفيزياء ايه غير ان هي حل؟ وبكده الحمد لله اكون خلصت جزء كبير جدا من اللي كان عليا، وان شاء الله كل يوم هعمل كده، يعني هاخد في حته جديده مع حته قديمه علشان اخلص وامشي كده مع المدرسين. فان شاء الله انتوا كمان تعملوا كده. ولو عندك يوم بقى ما فيهوش اي دروس خالص، فلازم تستغله وتراجع كل الدروس وتذاكر كل الدروس اللي فايتاك، بعد كده هتحس باحساس رائع. وطبعا انا بذاكر اخدت بريك مرتين او ثلاثه عشان دماغي ما تفصلش من المذاكره. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتم وان شاء الله تخلصوا كل المتراكم عليكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي.